أهلا بكم في قناة صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم. استوقفتني اليوم تصريحات لكل من السيدة لانا نسيبة وزيرة الدولة الإماراتية والدكتور أنور قرقاش اللي هو مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. كانت هذه التصريحات تصب في ناحية واحدة، هي نوع من التحذير وليس التهديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي. تقول بأن الإمارات ستخفض علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا ما أقدمت على ضم الضفة الغربية، لأنه في كلام قوي جدا الآن بأن الكنيسة الإسرائيلي على وشك الاجتماع لضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال وبشكل نهائي بعد أن غيروا اسمها كليا أيضا في الكنيسة من الضفة الغربية إلى جودية والسامرة. فطبعا يعني هذا موقف بلا شك مفيد، يعني انه يكون هناك تحذير او حتى تهديد لاسرائيل بينكم اذا ضميتوا الضفه الغربيه احنا سنقوم بتخفيض التمثيل الدبلوماسي. بس ليس غير كافيا على الاطلاق، غير كافي، يعني هذا التهديد غير كافي. يعني هذه الدوله اذا ضمت الضفه الغربيه وبعد أن مارست حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع في قطاع غزة وقتلت يعني أكثر من 70,000 شهيد وأصابت 250,000 آخرين، ومن بين هؤلاء حوالي 30,000 طفل ورضيع. طب هذه لا، يعني تخفيض العلاقات معها غير كافي على الإطلاق، بل قطع العلاقات هو الرد القوي، لأن هؤلاء الناس يعني مارسوا كل أشكال الإجرام ضد شعب أعزل في اللي هو قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا. هؤلاء لا يحترموا السيادة ولا يحترموا الاتفاقات وقف إطلاق النار. شفتم إيش حصل في قطاع غزة؟ الآن أخذوا اللي هم الأسرى 20 الأحياء وقاعدين بناكفوا على حوالي 30 من الهياكل العظمية ويهددوا باللي هو العودة لحرب الإبادة. كمان في جنوب لبنان أكثر من 550,000 انتهاك لوقف إطلاق النار كل يوم، في مجازر وفي قتل لأهلنا في جنوب لبنان وفي البقاع وغيرها. ما نريد أن نقوله بأنه يعني تخفيض العلاقات ليس كافيا. في دول غير عربية وغير إسلامية في أمريكا اللاتينية وفي آسيا وفي إفريقيا قطعت علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وطردت السفراء. كان لازم إحنا نقول نفس الشيء، ما في سلام إبراهيم في ظل هذه حرب الإبادة، والإمارات يجب أن تقود في هذا الاتجاه، لأنه عندما وقعت اتفاقات إبراهيم بضغط من ترامب في ولايته الأولى كانت تقول بأن للحفاظ على الأراضي الفلسطينية. شفت الدمار اللي صار في قطاع غزة، شفتوا ما في الآن 95% من غزة مدمرة، شفتوا أهلنا في قطاع غزة كيف صاروا وكيف الوضع المأساوي اللي عاشوا. يعني الدكتور قرقاش بيقول الآراء المتطرفة لم تعد روسيا. طب يا أخي القرارات المعتدلة إيش عملت؟ ورينا إيش عملت. طب لا، واحد تدمر بلده، دمرت بلده وانقتل أهله وتجوعوا حتى الموت. كيف بده يكون عنده آراء معتدلة؟ كيف بده يكون رأيه معتدل؟ والمرونة الدبلوماسية اللي تحدثت عنها الدكتورة لانا نسيبة، طب أي مرونة دبلوماسية مع ناس قاعدين بيدوا وقفوا الماء والكهرباء وكل وسائل الحياة والأدوية ودمروا أكثر من 40 مستشفى في القطاع؟ طب أي مرونة دبلوماسية مع هؤلاء؟ يعني إحنا بنحكي من حرقتنا، من قلبنا، من المأساة اللي إحنا بنشوفها حقيقة. فإحنا نتمنى على الإمارات بأن تقود بقطع العلاقات كليا مع دولة الاحتلال، لأن هؤلاء لا سلام معهم، هم ما بدهم سلام. بيتحدثوا عن إسرائيل الكبرى اللي ضموا فيها أراضي من أكثر من 5 أو 6 دول عربية. طب كيف بده يكون عندنا سلام مع هؤلاء الناس؟ أكتفي بهذا القدر وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.
لا تنسوا دعم قناة صوت بالاشتراك والإعجاب والتعليق، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات